بعد ما نزلت الفيديو بتاع التشكيلات المتوقعه لفرق التوب 6 في الدوري الانجليزي من صفحه البريمير ليج ذات نفسها، وقلت للناس لو عايزين باقي التشكيلات بتاعت باقي الفرق وصلوا الفيديو 1000 لايك، والله اكبر الفيديو جاب 5000 مش 1000 بس، وداخل على الستة كمان. فيلا بينا نكمل باقي التشكيلات، ونبدا باول تشكيله معانا تشكيله برايتون، واللي اظن ما فيهاش اي شك، وده الشكل النهائي اللي برايتون هتخش بيه الجوله الاولى. نفس الكلام اللي بينطبق على بورنموث عشان ما اظنش التشكيله فيها شك، وده الشكل النهائي للفريق. نيجي هنا ونقف لحظه، نلاقي في التشكيله دي ان فيها ويسا اساسي، ويسا تقريبا ما لعبش ولا مباراه بري سيزون مع برينتفورد، ويمكن يعني لعب مباراه واحده، وزيه زي ايساك كده عايز يمشي. اظن التشكيله دي كلها تمام الا ويسا. ودي تشكيله بيرلي لو عايز تجيب منها حد في الدفاع، ودي تشكيله كريستال بالاس اللي كلنا عارفينها من السنه اللي فاتت. وخلينا نقف هنا تاني شويه عشان التشكيله دي كلها 10 على 10 الا بيتو، عشان في اخبار بتقول ان ايفرتون بلغ بيتو يشوف له فريق، فده معناه حاجه من الاثنين، يا اما اللعيب مش هيبدا اساسي، يا اما لو بدا اساسي تفكيره مش هيبقى مع ايفرتون اساسا. والتشكيله اللي بعد كده ما فيهاش فزلكه كتير، فولهام ده الشكل النهائي ليها. اما تشكيله ليدز ففيها كلام كتير. ليدز كانت بتلعب في التشامبيونشيب بنفس التشكيله ديت بفرق لاعبين اتنين، مكان لونج ستاف هنا كان في لعيب امريكي اسمه اريسون، ومكان دانيال جيمس كان في لعيب اسمه جونونتو، فخلي بالك من المركزين دول. وهنا برضه هنقف شويه، وانت عارف عشان مين بالظبط، هو ايساك مش هيبدا مع نيوكاسل في الجوله الاولى، فخلي بالك. في تشكيله نوتنجهام فورست المعروفه، ودلوقتي مكان إيلانجا جابوا واد اسمه ندوي، مش بتاع ايفرتون بتاع نوتنجهام، ركز. ودي تشكيله ساندرلاند، وعايز اقول لك فيها اختيارات كتيره قوي ممكن تستخدمها كلاعيبه ديفرنش. وست هام واللي اظن كلنا عرفنا شكل الفريق من البري سيزون، وده شكل تشكيله الولفز الجديد، ركز فيه عشان فيه تغييرات كتيره جدا.